أخبار الثامنة والنصف. تم اغتصاب شابة لا يتجاوز من عمرها 20 عاما في مدينة أغادير وبالأخص المزار، والذي أكدت صحيفة بريكس بأن هذه الفتاة اغتصبت بطريقة وحشية. نعلم بأن شابا يدعى بحسن ومحمد والجلالي الذين اغتصبوا هذه الفتاة على الساعة 8 والنصف. ريبورتاج من النواس الحركة. وأيضا انفجار عنيف في مدينة رام الله أودى بحياة العشرة. انفجار سيارة منفخة بالقرب من مدينة إنسجان وتم توريط أية خزان في ذلك. أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن سيزور مدينة المزار السبت القادم. 80 قاتلا و90 جارحا و60 مليوحا بمدينة المزار وتم توريط أية خزان في ذلك. وأيضا أمر التنظيم الدولة الإسلامية تنظيم داعش عن مسؤوليتها في الانفجارات التي وقعت في مدينة فرنسا أي في باريس، حيث قتلت 129 شخصا شمالي باريس. تم العثور على فيروس يدعى بإيبولا بنواحي كونغو الديمقراطية سنة 1975. الفيروس الذي يعتبر من أكبر الفيروسات فتاكا وخطرا على صحة الإنسان. أيضا كما أكدت صحيفة بريكس أن شابا يدعى بحسن الذي أصيب بهذا الفيروس. أخبارنا انتهت، إلى اللقاء.